لو مهتمين بمجال الDevOps عشان سمعتوا مثلًا إن مرتباته كبيرة، فعلى حسب الإحصائيات إن متوسط مرتبات الDevOps Engineer في العالم بيتراوح من 70 ل150 ألف دولار سنويًا، فكتير منكم أكيد سأل نفسه هل مجال الDevOps ده مناسب ليّا؟ هل أنا هابقى مبسوط وأنا شغال كDevOps Engineer والّا هابقى على طول مضغوط وغضبان عشان ما فيش حاجة شغالة معايا ودايمًا في مشاكل؟ فإنكم تشتغلوا في الDevOps زيها زي أي وظيفة تانية، فيها الكويس وفيها الوحش. في الآخر الموضوع نسبي من شخص لشخص. للبعض منكم ممكن شغل الDevOps يكون الوظيفة المثالية وممكن تكون كابوس لبعضكم. فعشان نعرف إذا كان فعلًا مجال الDevOps ده مناسب لينا والّا لأ، في شوية أسئلة كده لازم تسألوها لنفسكم، ومن إجابتكم على الأسئلة دي هتعرفوا إذا كان مجال الDevOps ده مناسب ليكم والّا لأ. فأول سؤال تسألوه لنفسكم، هل أنا شخص باحب أعمل حاجات جديدة كل يوم والّا أنا باحب شغل يبقى فيه روتين؟ كمثال مثلًا عندنا الData Entry شغلانة روتينية ومعروف الشخص هيعمل إيه على الرغم من إنها شغلانة مرهقة. في الآخر الشخص اللي بيشتغل data entry كل يوم بييجي يكرر نفس اللي بيعمله، وعارف إنه هييجي له data وبعد ما تيجي له الdata هيروح مدخّل الdata اللي جات له دي على system وبعد كده يتأكد إن الdata دي مضبوطة، وفي الآخر يحفظ الكلام ده كله على الsystem. على عكس مثلًا الDevOps engineer عمرك ما هتبقى عارف أنت بكرة عندك إيه. ممكن تبقى الدنيا ماشية معاك حلو جدًا وبتشرب القهوة اللذيذة وآخر روقان وعمّال بتتفرج على الpipeline automation وفجأة بدون أي مقدمات تلاقي error يبوظ مزاجك والقهوة ما يبقاش ليها طعم، وتحاول تقعد تصلّح المشكلة دي. فممكن تبقى مخطط لحاجة تعملها وتلاقي نفسك شغال على حاجة تانية خالص أنت مش مخطط لها. فهل حضراتكم بتحبوا إن الشغل يبقى متوقّع والّا تحبوا دايمًا إن يبقى في تحدي في اللي أنتم بتعملوه؟ لإن مثلًا كل أمّا الشغل بقى فيه تحدي ده هيطوّر منكم ويخلّيكم تكتسبوا مهارات جديدة، لإن أنتم كل يوم بتتعرّضوا لحاجة جديدة. وبناءً على اللي قُلناه ده، فتاني سؤال هنسأله لنفسنا، هل أنا باحب أتعلّم حاجات جديدة كل شوية وعندي فضول إن أنا أتعلّم عن حاجات جديدة والّا أنا مكتفي باللي أنا اتعلّمته؟ لإن لو ابتديتوا في مجال الDevOps اعرفوا كده إن أنتم هتفضلوا تذاكروا كل شوية، لإن المجال بيتطور بسرعة، ولو بطلنا مذاكرة هنقعد على البنش زي ما بنقول. فحضراتكم مش هتعرفوا مثلًا تأجلوا شغل أو task معينة أو حاجة في إيديكم علشان في فيلم جديد ظهر أو ماتش لازم أروح أتفرج عليه، غيرك بيسبقك وغيرك بيتمنى الفرصة اللي هتكون فيها. فدايمًا شغال على نفسه وما عندوش وقت يضيّعه، بيتعلم tool جديدة، بيشوف بتشتغل إزاي، وبيجرب بإيده لحد لمّا يتقنها. وبيقعد يقارنها بالtools التانية علشان يسهّل الشغل على نفسه، وده دايمًا اللي إحنا بندوّر عليه في الشركات. لمّا بيبقى في حد مقدّم على DevOps Engineer بنشوف هل الشخص ده عنده القابلية والاستعداد إنه يفضل على طول يتعلّم، وهل هو فضولي إنه يتعلّم أكتر والّا مكتفي باللي هو اتعلّمه. زي ما قُلنا مجال الDevOps مجال بيتطوّر بسرعة رهيبة، فاللي حضراتكم اتعلّمتوه من سنتين كمان سنة هيبقى موضة قديمة، واللي هتتعلّموه السنة الجاية كمان 3 سنين هيبقى موضة قديمة. فلازم دايمًا يبقى عندنا استعداد للمذاكرة وإن إحنا نطوّر من نفسنا باستمرار. فلو ما عندكمش الاستعداد إنكم تقعدوا تذاكروا طول ما أنتم شغالين في مجال الDevOps هيبقى الموضوع صعب وتقيل على قلبكم. نيجي بقى للسؤال التالت اللي نسأله لنفسنا، هل أنا بافهم coding؟ ثواني بس، هو أنت مش قُلت قبل كده في فيديو الDevOps إن الDevOps ده هو بيجمع ما بين الoperations والdevelopers؟ أفهم coding ليه أنا بقى؟ أولًا شكرًا إنكم نبهتوني على المعلومة دي، وعارفين إحنا قُلنا إيه قبل كده، ولو مش عارفين نبقى متميزين بقى زي زمايلنا ونشوف فيديو الDevOps. زي ما قُلنا قبل كده حضراتكم كDevOps engineers أنتم مش هتعملوا coding، بس على الأقل لازم تبقوا فاهمين الأساسيات بتاعة الcoding، وتبقوا مستوعبين الكود بيعمل إيه وهدفه إيه، علشان لمّا حضراتكم تعملوا automation للpipeline تبقوا فاهمين وعارفين المفروض هتقدّم إيه وإيه النتيجة بتاعتها. اختبار في السريع المريع بقى ممكن تقولوا لي في الcomments الكود ده النتيجة بتاعته هتبقى إيه. وممكن برضه نسأل نفسنا هل أنا شخص باحب أسهِّل على نفسي وبادوّر على طرق تسهِّل عليّا شغلي، والّا لأ أنا باحب أعمل كل حاجة بإيدي علشان أبقى متأكد من اللي أنا باعمله. كمثال مثلًا إني باعمل create لserver farm علشان أعمل multi tier application على أكتر من كذا environment. هي تبان إنها task سهلة، وإني أعمل automation للtask دي مش مستاهل، بس كDevOps engineers دايمًا هتلاقيهم بيفكّروا لو هاعمل أي task إزاي هاقدر أعمل لها automation علشان لو هاكررها تاني ما أعملش نفس الحاجة تاني من الأول وجديد. تحس يا أخي كده إن جماعة الDevOps الautomation ده بيغسلهم من جوّه، ما بيقبضلهمش عين إلا لمّا يعملوا automation لأي task. تحس إنهم اتولدوا واتخلقوا كده علشان يعملوا automation لأي task موجودة في الدنيا. ومن الأسئلة المهمة اللي برضه لازم نسألها لنفسنا، هل أنا باحب أحل مشاكل والّا مش باحب وجع الدماغ؟ وده بجد. هتلاقي في فترة كده تقمصنا دور المحقق وعمّالين بنمشي ورا المشكلة خطوة بخطوة،
لحد لمّا نوصل لحل، ونشوف إيه الغلط وحصل إيه وليه حصل كده أصلًا. ومش معظم الوقت الموضوع ده بيبقى واضح، موضوع إنكم تمشوا ورا المشكلة وتعرفوا أسبابها هيبقى محتاج صبر وفهم كويس جدًا أنتم بتحاولوا تحلّوا إيه، وغير ده كلّه هيبقى محتاج حد عنده طولة بال. ومعظم اللي بيحبّوا يشتغلوا في الDevOps مش بيبقوا حُبًا في الpipelines والapplication modernization والكلام الجميل ده كلّه، بيبقى عندهم روح تحدّي كده، لإن كل يوم هيشوفوا مشكلة مختلفة، وهتلاقوا نفسكم كل يوم قصاد تحدي جديد. لو أنتم موضوع حل المشاكل ده مش على هواكم، يبقى الDevOps ده مش ليكم. نيجي للسؤال اللي بعد كده، هل أنا لمّا بابُص على الحاجة باشوف الصورة الكبيرة من الموضوع ده، وكمان واخد بالي من التفاصيل الصغيرة والّا لأ؟ لإن حضراتكم كDevOps Engineer هيتطلب منكم تبنوا مشاريع كبيرة علشان تحل مشكلة معينة، وعشان نبني المشاريع الكبيرة دي هتكون مكوّنة من أجزاء صغيرة، حاجة كده زي الpuzzle. فلازم تكون شخص ذو نظرة مستقبلية للصورة الكبيرة، وكمان بتكون بتشوف التفاصيل الصغيرة علشان تعرفوا تحققوا الهدف في الآخر. زي مثلًا عندكم الKubernetes، ودي tool كلنا عارفين هي بتعمل إيه وعارفين الصورة الكبيرة بتاعتها، ولو مش عارفين ممكن تشوفوا الفيديو ده علشان تعرفوا أكتر عن الKubernetes. لكن هتلاقي ناس ما اهتمتش بالتفاصيل، يعني مش مهتم يعرف إيه هو الKubelet أو إيه هو الkube proxy إلى آخره من components. فلازم حضراتكم كDevOps engineers تكونوا مهتمين بالتفاصيل وملمين بيها، مع الأخذ في عين الاعتبار الصورة الكبيرة للحاجة اللي أنتم شغالين عليها. إنها في الآخر هي mindset مش شوية tools بنستخدمها وخلاص. فلو الإجابة على الأسئلة دي كلها بأيوه أو أنا الشخص ده، ساعتها اعرف إن الDevOps ده ليك، وهتبقى مستمتع وأنت شغال كDevOps engineer. ولو قلقانين إن أنتم لسه مش عارفين حاجات كتير في الDevOps من حيث الtools أو المفاهيم، فده عادي. ما حدش عارف كل حاجة في الدنيا، الموضوع هياخد وقت، ما حدش يعني اتولد إن هو يبقى DevOps engineer. المهم الاستمرارية ويكون عندكم شغف للشغل كDevOps engineer، لإن لو الشغف مش موجود مش هتستمروا في المذاكرة، ودايمًا إنكم تطوروا من نفسكم. ولو كنتم عايزين تبتدوا في مجال الDevOps من الصفر بغض النظر عن الخلفية اللي أنتم جايين منها، فممكن تشوفوا الفيديو ده. سلام.